Haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode. خدمة الشعب. الله أكبر ولله الحمد. شوف ما فيش صوت اصلا. فتح فين؟ لا تراجع. فين سلاح غازي؟ ما عندك شيء ولا؟ ما عندك شيء ولا؟ تعال. مفيش ولا فيه؟ راس مع راس. شوي خليه يشوف قبل سيدي اسمع لك لا حالك تمام. طبعا مثلا النيابه انت عملت النائب العام موجودين هنا خليهم ياخذوا الامنيين ياخذوا مش موضوع تنظيف موضوعنا المجرمين تمام. خليه يحكوا عليها الجماعه الداخليه الحمد لله بدون اي اصابات بدون اي شيء ان شاء الله. كم عدد اهلا مرحبا حالك؟ شو الاخبار؟ الحمد لله حي قاعدين حي تعرفوا مع القصه دي يا خير ان شاء الله. ربي يحفظك. حالك شو الاخبار؟ حالك وكيل الداخليه وين؟ مركز هم متشرين قاعدين يغادروا في المنطقه هذيك. وكيل زباهي نعدوا لهم غادي. خشيتوا هنا قبل كويس في عار هنا لا احنا بننظفوها وانت تبكي من الفرحه ولا تبكي من نبدا بالفرحه يا بالفرحه الشبعه اليوم خلاص احتفل بالشباب حاليا والغداء علي كلهم والله يتفضلوا ما في مشكله. بارك الله فيك وتحت امرهم حاليا. بارك الله فيك. والشباب هني في المنطقه تحيلوا تحت امرك. وقفوا لهم اللي الشرطه هذول اللي جايين يعاونوا فيه. يا باش مهندس خدمه قرار الطريق رئيسيه الخدمه. حاضر جايين تشبع اول بدايه الخدمه. حاليا في المنطقه تحيلوا الشباب يا باش مهندس. بارك الله فيك. ايه بس البنات دايرين شغل. السلام عليكم. السلام عليكم حاج. السلام عليكم. كيف الحال؟
حالك باهي شا حالك؟ ربي يسون ان شاء الله. شو اخبارك؟ بارك الله كيف حالك؟ باهي ان شاء الله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. شنو تشوف قبل؟ شنو؟ والله فوضى كان فوضى. الافارقه هذم تعبونا برا، والله تعبونا. أو كان هلبة والله هلبة. عليك كيف الحال؟ حالك باهي شا حالك؟ ربي يسون ان شاء الله. شو اخبارك؟ بارك الله. كيف حالك؟ باهي ان شاء الله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. شنو تشوف قبل؟ شنو؟ والله فوضى كان فوضى. الافارقه هذا سليمان اللي مدايرين شغل. السلام عليكم. السلام عليكم حاج. السلام عليكم كيف الحال؟ حالك باهي شا حالك؟ ربي يسون ان شاء الله. شو اخبارك؟ بارك الله. كيف حالك؟ باهي ان شاء الله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. شنو تشوف قبل؟ هذا سليمان اللي مدايرين شغل. السلام عليكم. السلام عليكم حاج. السلام عليكم كيف الحال؟ حالك باهي شا حالك؟ ربي يسون ان شاء الله. شو اخبارك؟ بارك الله. كيف حالك؟ باهي ان شاء الله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. شنو تشوف قبل؟ شنو؟ والله فوضى كان فوضى. الافارقه هذم تعبونا برا، والله تعبونا. او كان هلبة والله هلبة. ربي يحفظك انت وييسر لي امرك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بارك الله فيك. احنا جايين بالمنطقه هذه من ناس اعزاز، ناس كرام، ناس واحد منهم كيف حالاتك انت اهو. جدنا احنا هنا. ايه وسخوكم، وسخوا المنطقه، وسخ. احنا مش ضد الحاجه، احنا معاه، احنا معاك. خلاص بارك الله فيك. اي والله بارك الله فيك. واحنا يعني المقرن فرحانين بها. الحمد لله. وما زال بعون الله هذه المنطقه بتكون من احسن مناطق طرابلس ان شاء الله. يوفقكم. الله يسلمك. بارك الله فيك عاد. ربي يسون يا دنقه. دنقه انت. ها؟ لا تشوف دنقه. صح. هاي للقاء ان شاء الله. نتكلم على موضوع في الساده والخليل يتبعوا فيك هنا وعبد الله الطرابلسي لوحده. باهي نشوفوا. احنا بنشوفوا اهم شيء، بنشوفوا الناس، بنشوفوا الاوكار هذين، وبعدين نشوفوا التعويضات. نشوفوا. السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ شو الاخبار؟ كيف حالك؟ مرتين بيك. حالك باهي. ونسنا وشرفتنا. شو رايك انت في والله الحمله هذه؟ فيها سلبيات وفيها ايجابيات. ترى قول لي الايجابيات. الايجابيات مسح كويس، شوارع كويس، لكن حوش يعني مش معود بيهدموه. لا مش تعال تعويض. احنا جايين غير اسماني. شوارع احنا غير اسماني. احنا جايين للاوكار. احنا بننظفوا الاوكار رقم واحد. لا هذه عندكم الوكر في المخدرات، في الحشاك، كل اللي تسمع به هذا موجود في قرقار. شوف فيه قرقار الساحل نضاف. عفوا شوف هذا يزاد حوش، هذا مش معود. يتكتب عليه. باهي موضوع التعويضات غير اسماني. موضوع التعويضات غير اسماني. احنا توا الحمله الاولى هو كيف نطهر المنطقه من المجرمين. مرحبتين. هذه تو الحمله الاولى. بعدين تو شوف التخطيط العمراني موجودين عمانه. وكل واحد بياخذ حقه ان شاء الله. لكن هالمنطقه هذه لابد تكون غير. شوف ايه بعون الله. واللي متضرر. شوف يا اخوي. لا ان شاء الله تكون منطقه كيف المناطق الثانيه اللي مشوشين عليكم هنا. هو حشاكم الاوكار هذين. بارك الله. احنا اليوم حمله اوكار. نبيكم بس بدنا ترب المجال. حاضر. تعال جاي انت. تعال جاي. شنو تقول؟ وينحوا الاوكار ولا ينحوا لا الاوكار. تبقى القارة تراي كانت حتى سمعت حوش هذا بيتعود غير اسمعني. اي عائله تو ما بعون الله غير اسمعني. احنا بعون الله اي مسكن في عائله لابد يبيراعوه، وبندوروا له كيف سكن ولا ندوروا له جار. نعانوا حتى من البنيه التحتيه الساكن كويس. المجاري ولا الضي ولا الواحد غير. شوف هذه موضوع التخطيط العمراني، هذا موضوع ثاني. بارك الله. احنا اليوم هذه المنطقه بنخلوها من انظف المناطق في طرابلس. احنا بنشدوا بيديك. هذا الهدف. انت راي السمعه سيئه. نتحشم والله واحد يقول اني ساكن في هذه المنطقه، الواحد يتحشم. من غرام من الناس يقدم هوني والحاجه واحد. لكن في حياه هذا هي امراه ولا صاحبه عيله باهي
اقسم بالله الحوش لا لا الحسان غير اسمه ما تخممش عليه. أيوة. بعون الله في هالبلاد هذه بارك الله ما فيك ينضم واحد ويرحم والديك. لكن احنا لا يمكن تفرجتوا انتم طبعا وانتم تعرفوا نتفرجوا ساكنين هنا حشاكم الدعاره وحشاكم الخمر والبليل شبابنا احنا ضايع في يسب هالكلام هذا وسمعتنا قرقاره سيدي من اشهر مناطق طرابلس والله ينشدوا على ليش يسموه وماذا بينا احنا كل تخش المخطط واللي عنده حاجه ياخذها. بارك الله. ايوه هذا هو هذا ويرحم والديك. الله يسلمك. اهلا وسهلا سياده الرئيس، كيف الحال؟ صحتك كيف الحال؟ عبد الله كيف حالك؟ اخبارك؟ حالك باهي الله يسلمك. شو الحال الصحة؟ الحمد لله ماشي نموه. العائلات ما تمرطون جيد باهي تخطيط العمراني كويس غير اعطوهم وقت وخلي التخطيط العمراني يحصلوا له حاجاتها وما يجيهمش الفزع. احنا الحمله اليوم من هاليوم وبرا غادي راهو احنا ضد هالاوكار وهالاماكن اللي فيها الوكر وفيها المخدرات وفيها الواحد هذا. لما تدخلش الدولة وتحط ايدها على الموضوع هذا من جديد يعني بفتح المسارات وترصيف الطرق راح ترجع نفس القصة. يعني كم مرة صار الموضوع هذا ويرجعوا العمل من جديد. ضروري الدولة تحط ايدها. الله يدومكم انتم الدولة. هي الدولة تفتحوا المخططات. ضروري. الباشمهندس عبد الحميد هذا ولد المنطقة قبل ما يكون رئيس مجلس الوزراء وهذه منطقته. احنا اليوم الحمد لله درنا عملية جراحية بدون دم. الحمد لله. طلعنا 4700 مهاجر و5000 مهاجر ومن امس لحد الان الافراد والشرطه والزمنيه ما رقدتش. بارك الله. لكن بالطريقه هذه باش مهندس باش بنخلوا المنطقه زي توا ومش حنمسحوا الازالات اللي توا هذا حترجع بعد اسبوع 10 ايام حترجع. والعمليه اللي قمنا بها يعلم ربي راه امس فيه حتى اللي يبشر فيها. وهذه المفروض انت منطقتك اول واحد لانك انت في الاخير هذا اللي عندك على كيف. غير تشوف اول حاجه اللي فتحت زي تو باشمهندس هذه المفروض تكلفوا لها شركات. حاضر ونظموا لها. في حالك حالك ان شاء الله. الله يحفظكم اولادي خلوني يطيب مش مو والدي يطيب. بحثك اولادي الله يحفظكم كلكم ما سمعتكم طيب خلوهوني وعندي تكين كاريات ثاني نخدم خلوهوني حاضر بدون حاضر لكم حاضر كلها قبلكم حاضر وولدي خلوهولي حاضر جهدك اولادي تعرفوا شد طيب وصلتي حاضر توكلي على الله. هو اول حاجه احنا بنحيوا كل من خلال وزاره الداخليه وافراد وزاره الداخليه اللي اليوم داروا هذه العمليه الصعبه وبعون الله. نشكر كل من الوزير للوكلاء للضباط الافراد كلهم هذيم لهم الشكر والتقدير وهذيم بعون الله هذيم يكونوا حمايه الوطن والمواطن. هذه حمايه الوطن والمواطن مش كلمه هيك نمشوا بها، هذه فعلا يحموا المنطقه. شوفوا شبابنا ضاعوا، المنطقه هذه اسمها كان سيء جدا ولا لا؟ صح. شويه بس معلش بنكلمك هو نعمل حاجه تو بعدين ساعه توريني اذا كان او حاط. ربي يحفظك اولادي صار شويه بس قصدي نكشف شويه ليه خسر الخير ليه خسر الخير خسر الخير كان دكان يا سيدي دكان خير شنو عندك؟ شو مشكلتها دكان؟ يديروا له ازاله المحل. لا ما يقرب حد حاجه ما يقرب. هذا دكانك هذا دكانك انت حول انت وسع حول شوي. كان ولك ما يقربك حد. محمد الله يحفظك ربي. محمد خسر بالخير خسر انا بالخير خسر انا بالخير. بالك الحاج بالك تعال جاي. نحكي بنقول لك كلمه اخوي بنقول لك حاضر دقيقه بس دقيقه.
عندنا البراني بالنحو والدخلاني لا الدخلاني تمام. حاضر خسة بالخير علينا. خلينا ننظف خليجي. حاضر يا ماما. هذا البراني بالنحو يا ماما والدخلاني ما دام بس خلاص تمام. المولد خليه بدنا في المولد هذا مش ماهوش تبني عشوائي يكسروا فيه كسر رزق ماهوش ناس. لا لا عندنا شهاده عقاريه وعندنا كل شيء. لا انا جايكم درس قانون يا قانون. غير اسمع يا بنتي يا اختي، احنا لابد يصير فيه عفوا احنا مع الدوله كان صار غير اسمعني عمليه حاضر. اللي غير شوفي اللي بينظلم يجي يتفضل. ايوه هذا هو. تعال صورنا والله ما قلت لك صورنا هي خلاص دم هي دنقه. وين يا تواتي اي فاهم مخطط تفصيلي. هذا شهر 16 هذا توقف بنفسه بيه هو فتحوه يبدوا فيه. خلي تعاقدوا معاه تعاقدوا عليه يا راجل. بادئين فيه زي الشركه. فانا اسمعني العوائق خديتها وبتمسح، لكن شركه الاسواق العامه والله اي شركه ثانيه تو المفروض تدير تقديرات وخلي نديروا لها قرار ونكلفوها. خلي تنفتح الطريق هيك كامل. خلي الناس يشعروا ان هي العمليه في العوائق هم اللي قدام بس يطلعوك على الطريق الثانيه على المقهى. لكن اذا كان في عائلات وفي واحد بترعوهم وبتسكنوا. يعني نقول لك هذا تو مسكن قدام شوف شو كاتبين له عليه سيدي هذا كانوا فيها فارقه. هذا كاتبين تعال حاضر والله نقسم لك بالله ناخذ 450 جنيه. حاضر. عندي عضله القلب ان شاء الله لا باس. الميه في صدري، عندي البريريكات هذوما بنعم اولادي وتوفى اقسم لك بالله والله قاعد ما خلصتهم ايجارهم والله ناخذ 450 وصاحب 6 اصحاب بالله عليك وانت تبيني. حاضر غير علاش بس حاجه غير اسمعني على رحمه والديك. يا الله يرحم والديك غير اسمعني. دار يا سيدي والله ما مش لا والله اسمع والله علاش يطيحوا لي غير اسمعني علاش يطيحوا لي عوضوني في فلوساتي. حاضر عوضوني في فلوساتي وطيح يا حاج والله مسلفهم من انا ندوي لك يا حوايج بارك الله فيك. يسلم راسك غير اسمعني. حاضر. هذه المنطقه لابد ان تتطور. غير اسمعني انا ما قلت لك طيح. انا بالنسبه للتعويض حاضر نعوضوك اللي ساكن في سكنه وكذا، لكن تو هدي براك شو قاعد تدير هنا في منطقه ما قدرتش نسقفها. انا ما عنديش امكانيه. هل هي داخل الطريق والله ما يا حوايج عندك الحق 450 جنيه 71 364 مع غير اسمك والله الا 450 غير اسمك انت مفتاح رجب رمضان التليب يا مفتاح. نعم مفتاح. هدي داخل الطريق ولا برا الطريق؟ والله كانت شيء تخطيط مرحبا به ما تبينا تتطور. يعطينا فرصه على رحمه الله. خلاها فاضيه والله خلاها فاضيه. منين نلقاهم لهم فلوسهم من الناس منين؟ ماشيرها ب 300 جنيه هنا ونتخلص شويه في الدين. هذا نعاونوك كيف ندير؟ نعاونك انا يا راجل خيرك. الله يرحم والديك. والله ماني والله مش خير من الناس انا والله تحت القانون. بارك الله فيك. هذا القانون هذا الوطني وهذا الوطني شجاع. ماذا بينا تنضاف المنطقه احنا ماذا بينا تنضاف. وانا عبد الحميد دبيبه. انا هو عبد الحميد دبيبه اللي نكلم فيك. الله ربي يحفظك يا اخوي. اللي نكلم فيك عبد الحميد. يحفظنا يا اخوي. وانا نقول لك حاضر. يعطينا مره ثانيه جيت تلقى فيه محاد انين العشرة. حاضر والله ما تبدا لما انا راجل. الله يرحم والديك. الله يرحم التعويض نعم بدايه التعويض شنو يعوضوا. حاضر ما يجيش. حاضر السلام عليكم. المفروض الطريق يا محمد طول تمشي للمقبره يمين ويسار الزول. يا يحيى
ليش المراجعة ليش الراجل ورقة كويس هذا احصروا وعودوا هذا التعويض هذا الحول الطويل كله ايوه ساكنين فيه هم العائلات دي كتبنا قلنا لهم شيء زاد هذا كتبنا لهم مراجعة تذكار كويس نظم الموضوع لكن احنا ان شاء الله البدايه هذه لابد تصل الى النهايه في تنظيم المدينه وفي البنيه التحتيه والطرق هذه مرحبتين بيك الله يسلمك مرحبتين اهلا وسهلا بيك الله فيك قلت لك احنا الحمله هذه اول حاجه بننظفوا المدينه او المنطقه صح من هذه الشوائب اللي اساءت لكم واساءت لاولادكم ودخلتنا احنا واولادكم في مشاكل كبيره جدا. عليكم السلام ورحمه الله. تعال حالك بيه. هذه الحمله النقطه الاولى منها هي تنظيف من الجرائم ومن المشاكل كلام سليم. الحاجه الثانيه بنشوفوكم الدنيا راكم انتم في القرن ال21 شوفوا صح 21 لا يليق بالليبيين انه يرضوا لك انك تسكن فيه سكنه زي هذه. صح. الحاجه الثانيه بننظموا بلادنا صح. كيف تنظيم بلادنا؟ مش معقوله حتى احنا قاعدين فيها كعشوائيات لابد ننظمه. احنا اللي بنطيحوا له بنشوفوه كانوا سكن ولا كذا لا يمكن خلوا واحد في الشارع. بارك الله فيك. ايوه اي واحد في السكن والتعويض حنديروا ملفات للتعويضات الحقيقيه وهو مع التخطيط العمراني عمانه حنعودوا بعون الله اللي بنطيحوا له بنعودوا. يا سيدي يا محترم ما تطيحش الا ما كل واحد يجيب وراقه كل واحد يجيب وراقه. شكل هذه العيله هذه ورثه يجيب وراقه ودايرين فيها تقسيم تو مقسمينها كل واحد عاطينا 85 متر وواحد عاطينا باهي غير اسمعني حاجه. نعم. يجيبوا راكم مع بعضكم واحنا حاضر نتعاملوا معكم راهو ما فيش مشكله. هم براعوا المشاكل هذين براعوا لكن اقل حاجه واحد يثبت ملكيته باش الدوله تعطي فلوس هيك ما يجيش. صح. لكن يجيبوا راكم ويجيبوا برنامجكم ويجيبوا كلام سليم. واحنا حاضر احنا في النهايه بكره راهو شنو هي ما ردنا الا الاصلاح. احنا نبغى نقوموا هالبلاد مش معقولا. بارك الله فيك انت خدمت سيد الرئيس فضيلة البلاد. نعم. الله يرحم والديك والله يفتحها عليك. بارك الله فيك. ربي يحفظك. سيد الرئيس معايا سيد الرئيس واحد خلينا نتكلم كلمتك والله مشيت 100 بارك الله فيك. ربي يحفظك. سيد الرئيس معلش سيد الرئيس كتبت عليها في السابق. كتبت عليها في السابق قرقارش منطقة تقع على سطح البحر تقدم الهواء النقي إلا أنه يقيم بها عدد كبير من الأعمال الوافدة مختلف الجنسيات العربية والفرنسية والجنسيات الأخرى. هذه مسببين لنا فوضى. النسيج الاجتماعي قصدوه صغارنا ما عندهمش فين يلعبوا نسوي لنا ما يقدروش يطلعوا ارتبطنا تكلمنا نطلع شويه كلمه يقول لك لا اني خليني نسترزق على حالي. بعدين طلبت بتطوير المنطقه قرقارش من المناطق قرقارش من كلية البنات من المنطقة هنا من المناطق من كلية البنات إلى السراد ومن السراد إلى طريق السوالي. قرقارش هي الأم أرض قراقش. الله يسلمك فهمت علي؟ لا السياحية تحم فيها طرقات. نكلم حاجة الله يسلمك. الشيش ما فتحت الحمد لله. الشيش ما فتحت الحمد لله. بارك الله فيك. لا حويجة بارك الله فيك. والله عندي بني مريض أنا يعني برد بحالي يا ولدي. حاضر وشيتك والله اللي خدمته وبارك الله فيك. وشيت الحمد لله ان شاء الله هذا غير قصر يعني طلب تطوير المنطقه فتح طرقات انت صيانه المرافق العامه للمستوطنين والمجرمين هذه بروح بعدين ما نبوش حتى وافد هني ان شاء الله ما نبوش حتى وافد ما من كان الوافد لي مكاناته والوافد هذا غير شوفي حوايج الاجتماعي احنا نحترم الوافد اللي بيخدم غير اسمان اللي بيخدم على حاله وعنده مكانات اقامات ولكن ما يفسد لنا فتح لنا حشاك اوكار هنا. لا يمكن نقبل بوافد ولا غير وافد انه يفتح وكر بين الحيشان وبين العائلات وبين بناتنا احنا هنا وبين اولادنا. عندك حق ولدي. ايوه كله مصمود. اوكار لابد من قفلها. ايوه ان شاء الله ربي يستركم ان شاء الله. يا سيدي الله يحفظك ويعليك وانا واحد من الناس غير لحظه ان شاء الله ربي يحفظك. ان شاء الله ربي يحفظك. واحد من الناس اذا كان في ترشيح صوتي لي دعوتي مني قلتها يلا دبي نعليك على من عاديك. الله ينصرك الله يسلمك. دوت بنتي ورفعت على حسابك انت. بارك الله فيك وربي يفتح عليك ويرحم والديك. بارك الله وربي ينصرك ويعليك. ونصري حتى الاولاد هذيهم امين كلهم
ايوه ادعي عليهم ان شاء الله بالصحه وبالسلامه ان شاء الله. امين. وربي يوفقنا كلنا احنا. امين. وانت يا ربي ان شاء الله يعطيك الصحه يا حويج. ادعي لبدايتي ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله. ان شاء الله. ادعي لي بها الجمع بس. ربي يشفيها ان شاء الله يا حويج. حالك الاخبار دي ان شاء الله نعودوهم كلها. نعم حاجه شي حالك سلمي على بنياتي هاي ان شاء الله. الله يسلمك بارك الله فيك حاجه. وانا معاه زار اللي حوتي مطلعوني وهذا حوش بول ميك بورفتي كل شيء. حاضر بدير لي مهدي وقيد. حاضر انا قربوك سنين يعودوك ان شاء الله. هو متوفي وانا قاعده بنياتي. حاضر حاضر تعويض هذا لابد منه ولكن فتح الطريق لابد منه. والمجرمين هذين لابد من وقوفهم ان شاء الله. يا رب يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله الله يسلمك. تعال تعال سي حالك تعالي شو اخبارك؟ الله يسلمك الله يسلمك بارك الله فيك. غير اسمعي حاجه هو الفكره ان احنا نقضي على وكار هالمجرمين وهالمغتربين وهالحشاكم الخمر والمخدرات والحبوب والواحد. هذا وين بيعدي هذا وهذا وين بيعدي وهذين وين بيعدوا. هذين ان شاء الله نبوم زمان كاره على كاره ننظف الدنيا ولوا رجعوا. لا بعون الله ما عاد يرجعوا. حنفتحوا الطريق غير اسمعي ونبنوها نبوا مدينه وبلاد كيف البلدان الثانيه. لكن بهالوضع هذا لا يمكن. انت ولادي ماشي. الله يسلمك بارك الله. اوقفوا عمان انتم اللي توقفوا باش تتطور بلاد. توقفوا معنا احنا من نيتنا الا الاصلاح. الله يسلمك بارك الله فيك. ان شاء الله بارك الله فيك ربي يحفظك. خلي حاجه تعال شنو تقولي؟ يعني ما نسمعش. في صاير فهمها غير اسمعي انت تو تسمعوا. السلام عليكم. اول حاجه احنا جايين بنقضوا على اوكار. هذه اول حاجه. اوكار باش اولادنا احنا يعيشوا في الجو هذا راهم واليوم في القرن ال21 وعايشين بهالوضعيه هذه حتى هي اللي يمكن تصير صراحه. الشارع قاعد تراب فصل طرابلس هذه مركز طرابلس يا كويس. احنا الحركه لولا ان ننظفوا من هالاجانب ومن تاع الترامادول والمخدرات اللي يمكن بعون الله من خلال وزاره الداخليه او استاذ الوزراء والوكيل. الحاجه الثانيه بننظموا انفسنا هنا في مخطط وبنديروه. نحاولوا كيف نديروا الطرق ونخلي الناس تعيش كيف. اسمعيني بنكمل. الازاله اللي خارج اللي داخل الطرق وداخل الواحد هذا بيتم ازاله. لكن في حاجتين. حاجه الاولى لابد اللي عنده حق وباني وكذا لابد من تعويض عادل. فهي هذا رقم واحد. الرقم الثاني اللي مش متعود طبيعي وبنفتحوا الطرق. احنا رانا لابد نبنوا بنيه تحتيه في بلادنا. يعني هذه الطريق المية بتاع قبل يقولوا لها نفسها. ما نعرفش التخطيط العمراني او قاعد. واللي بيتضرر من هذا المخطط بعون الله بنعودوه تعويض جيد. استاذ الرئيس التعويض ما معكش كلها مرات هي كان قعدنا نقولوا مرات يا ولدي غير اسمعني. كان قعدنا نقولوا مرات عشان نديروا شيء ماشي مرات. احنا خلاص بنبدوا بنفتحوا الطرق بنبنوا بنعودوا الناس بنمسحوا لها دموعها. هذه هدفنا راه ما عندنا شيء هدف ثاني. ايه باهي يعني ما نعرفش شنو الوضع عندك انت تو هنا لكن انا نحكي لك بشكل عام. معليش لكن هالمنظر هذا بتعيش به اولادك اولادك وتعبنا منه خلاص تعبنا موضوع الفارقه. ليش الفارقه بس حتى الوضع العام. هذا غير اسمعني. والله العالم كله متقدم. يا راجل تو معقوله ليبيا
بهالوضعيه هذه، هيقولوا لي وانتم تبوا مازال بتمسكوا الوضعيه هذه وصبوا عماي وبعون الله كل واحد ياخذ حقه. معلش ان شاء الله يكون حوشكم احسن ويكون عندكم فلوس احسن ان شاء الله. تفضل. المعلومات معلش احنا الموضوع هذا نتابعوا فيه لنا فتره. المخدرات موجوده، الشرب والشرب موجود، العصابات الاجراميه موجوده، كل شيء موجود. احنا بالعربي اول هذا وكيل وزير، غير خليه وكيل وزير داخليه، نقضي على الجريمه واسباب الجريمه في داخل المنطقه. واكيد انتم تعانوا في هالبناش تو تهلل وفرحانه، والمتر اللي كان ب 1000 جنيه يحول ب 10000 لما تتخطط وتفتح الطرق. احنا نخدموا لصالحكم. باي انت بنحطك اختي وهذه بنحطها اختي، احنا تهمونا كلكم تهمونا. احنا ضروري من ان فيه الهجره هنا بكل تاكيد ما فيش حد يقول لي ما نعانيش منها، تعانوا منها. غير لي لما نعمل اليوم 4000، غير لي تو اليوم 4000. شو يديروا هذين؟ فرحتوا افرحوا بكل شيء. عن مخدرات. المطلوبين اليوم عندنا قريب في 50 سياده الرئيس. 50 مطلوب. غير اسمع من السيد الوزير. احنا اليوم 4000 مهاجر و50 مطلوب وما زال حبل على الجرار، والموضوع ممكن يستمر حتى اسبوع او اكثر. فبالتالي مساله انكم انتم تكونوا عون لينا هذا شيء مطلوب. الظلم مش حيطال حد الظلم، ولا الرئيس ولا غيره. لا غير اسمعوا مش حيرضى. تو انتم عايشين في وسط الوقت. باهي تو ما تخافوش على بنياتكم اولادكم، حتى لاولادكم. بالعربي احنا خلاص وصل الزنقه الهرم، خلاص لابد نديروا راي. في من بيتضرر منها وفي اللي بيتضرر شويه، لكن بنحاولوا نجبروا خواطرهم ونعودوا المتضرر. هذه هي الفكره، وبارك الله فيكم ان شاء الله. كيف حال صاحبي؟ قلت لك السنه تو يعطوا في العطاء، تعرف نغرقوا في الشتاء. يعني نحكي لك عن مجاري كيف العطاء يعطوا فيها. لا ما عادش في عطاءات بالطريقه زي هو شوف اللي خدمينا. اسمعني يا اخوي، هذه بيكون مشروع. غير اسمعني نكلم فيك انا. هذا مشروع دوله، مش حيكون مشروع بلديه ولا مشروع واحد. ايوه بيبع يحفظها ان شاء الله، ربي يحفظها. بارك الله فيك. هذا واحد بتشوف الحرب ولا ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله. تعلم مرضنا النفسيه والعقليه تعبانين. باهي خلاص وين يجيك يا استاذ؟ مجلس عام. احنا لنا 6 شهور مخلصين في عهد الان، واقل مرتبات في الدوله ونشتغلوا 24 ساعه. محمد وين؟ اقل مرتبات. شوف يا 24 ساعه عمل. شوي هذا ممكن موظف متضرر، انت ممكن ما تشوف شيء. شوفه وشوف وضعه، ما فيش برا يا ربي يعطيك الصحة. الله يسلمك. أول حاجة هذا المخطط بعون الله ما فيش رجعة. تو شوفوا وزير جهاز الإسكان والمرافق، هذا تو يدير مخطط ونطلع قرار في إنشاء البنية. وقرروا ان شاء الله في قيمه التعويضات. هذه الناس محتاجه للتعويض، حتى هم مخالفين وفصل الطريق، لكن هذا املهم وهذا حوشهم وهذا وين، خصوصا الساكنين منها. راهو ما ناش سامحين باش احنا نطلعوا هيك بدون سبب، ناجروا لهم وحتى نطيحوا لهم، والله نديروا لهم اي حلول، واحنا مستعدين نديروا ميزانيه لهالامر هذا. وهذه المنطقه رايحه تعتبر هذه عماره جديده غير مسكونه وجايه في الطريق. ان شاء الله غير اسمعني، شوف ان شاء الله يبدا برج خليفه قدامنا احنا هنا. كانوا مش انا ما نبي نظلم حد، لكن كانوا ضد التخطيط العمراني وضد الوعد، ما فيش مهاداه ولا في رحمه. كانوا في امكانيه كيف نتفادوه،
ما فيش بأس، لكن كانوا انت تعرف واللي ما فيش امكانيه راه بيطيح، اللي كانوا ساكنين بنعودوه كانوا تجاري يشوف شغله كانوا في وسط الطريق وخارج المكان. كانوا متعود حتى هو ومتعود بسلامته، لا اللي متعود هذا نشوفوا الحالات يعني نقول لك هالعزايز وهالشبين وهالواحد راه لا يمكن ان احنا ندوسوهم ولا نعاملوهم بطريقه حرشه شوي. كل المجرمين هذين انت بتدير قوتك هنا ثابته، ما تخليش واحد مجرم بصراحه انه يبقى مش اسبوع، عمليتنا مش اسبوع، عمليتنا مستمره على طول، وكان تدير حتى قوه خاصه بهالمنطقه هذه لانها هي بصراحه سمعتهم سيئه جدا. خلونا هيك مدينتنا كيف قرقالش هذه الجميله والجيده والواحد ان هي سمعتها سيئه. لا قرقالش لابد ترجع الى طبيعتها وترجع كنظيفه وعزيزه كريمه كيفها كيف المناطق الثانيه. هذه وفصل طرابلس صراحه والله. تفضل. السلام ورحمه الله. نشكركم على وجودكم الدوله قدام موجوده تو حاليا في نعم. منطقه قرقالش. ماذا بينا احنا تنظف وماذا بينا تتوسع الطرق، لكن في موضوع اللي بنسالك فيه انه هو قيمه التعويض. حالة التعويض انت عارف تو البرنامج اللي صاير في الاسكان وظابط رفع الاسعار وكذا. قيمه التعويض المتر وقداش بتحسبوه؟ لا غير ثاني غير شوف في تعويض اللي هو حق التعويض. مثلا تجي المصلحه العامه تجي الحوشك انت عندك خريطتك وعندك رخصتك وعندك واحد وتهدم عليه، معناها في تعويض بروحه. لكن كانك انت باني بالمخالفه في تعويض اللي هو جبر الضرر. غير شوف واحنا بعون الله نبي نردوا الناس. هو بالنسبه للمنزل تاعنا منزل ملك عام، ملك قصد شخصي. نعم. احكي لك كتعويض. لا جاي وين جاي؟ هو السؤال وين جاي؟ جاي تو مكتوب عليه مراجعه اسكان والمرافق. معناها جاي في وين؟ فصل الشارع. حد انت بنيت المفروض خممت ان الدوله راهو لابد فيه يوم من الايام بتجي انت بتجيب تقول لك كذا. فينا بالنسبه لقرقارش مرت الحكومات السابقه نفس الكلام ونفس القصه. لا بعون الله. ولكن احنا موضوعنا كله شنو؟ موضوعنا قيمه التعويض لان حاضر بقدر الامكان. غير كانت بدري تكون عادله، تكون وفق اللي موجود. يعني مترو حقه 1000 جنيه بيقول لك بنعوضك بدينار، مش معقول. تمام. والسيد الرئيس تكلم بدري. حاضر حتى انت بتسهل. ما فيش ظلم يا راجل، ظلم والله بيحفوك. يجيب لك ان شاء الله يجيب لك. شباب haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun Ƙasar Nijar, ƙasa mai tarin albarka, arzikin ma'adinai, kyawawan 'yan mata, cike da al'umma masu jajircewa. Ƙasar ta samo sunanta ne daga William, albarkatun man fetur, gwalagwalai, ƙasar noma, ƙasar Sahara, ruwa da tarin jama'a masu albarka da himma.